في بلاد اليمن وقبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر رجل يدعي أنه رسول من عند الله. هنا، هذا مكان مناسب. وبدأ العنسي ينشر دعوته الضالة في أنحاء اليمن، وأصبح له تابعون ومؤيدون ممن ارتدوا عن الإسلام مثله. وأخذ الأسود العنسي يؤذي الذين يرفضون الانصياع له ويعذبهم أشد العذاب، وهذا ما أراد فعله مع التابعي الجليل عبد الله الخولاني الذي كان يكنى بأبي مسلم. فقد جهز العنسي نارا ضخمة وقرر أن يلقي فيها أبا مسلم إذا لم يؤمن به ويعترف بنبوءته. احضروه. قل لي يا عبد الله، أتشهد أن محمدا رسول الله؟ نعم، هو عبد الله ورسوله. وهل تشهد أني رسول الله؟ ماذا قلت؟ لا أستطيع سماعك. سألقيك في هذه النار. هل تعلم مقدار الألم الذي يمكن أن تتألمه عندما تلقى فيها؟ آمن بي خيرا لك. سيكون عذاب هذه النار لو ألقيت بها لكفري بك أقل بكثير من عذاب النار التي سيلقيني بها الله لو آمنت بك. ألقوه في النار، دعوها تأكله. وعندما تخمد النار لا أريد له أي أثر. هذا هو مصير كل من لا يؤمن بي، ستأكله النار كما أكلت الخولاني. الحمد لله. لا إله إلا الله. ما هذا الصوت؟ لابد أنه يتقلب داخل النار، لكنه لا يصدر أي صوت يدل على التألم. ربما حاول الصراخ فالتهمت النار لسانه. لقد أصبح وجود هذا الرجل خطرا علينا، فبعد أن حدث ما حدث ربما التف حوله الناس وتركوا دعوتنا. الحل الوحيد هو أن تأمر بإخراجه من أرض اليمن وتنسى أمره تماما. لم يعد لك مقام في اليمن يا خولاني. سأعفو عنك وأطلق سراحك لقاء أن ترحل من هنا. الحمد لله. كان كلام الأسود لأبي مسلم سببا في سعادته، فهو بالفعل يتمنى أن يسافر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقائه والفوز بصحبته. لكن فرحة أبي مسلم لم تستمر ولم يتحقق أمله، فقد وصل إلى المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لست من أهل المدينة، لم أرك هنا من قبل. صدقت، أنا من اليمن وقد وصلت هذا اليوم. حقا لقد كان عمر بن الخطاب يتمنى لقاء رجل من أهل اليمن. هيا بنا إليه. وقابل أبو مسلم كل من أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب
الذي كان قد سمع بما حدث بين الأسود العنسي وبين أبي مسلم، وقص عليهما أبو مسلم قصته، وبايع أبا بكر خليفة للمسلمين. وقال عمر: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى في أمة محمد من فعل به كما فعل بإبراهيم الخليل. ثم قبله بين عينيه. وفرح أبو مسلم عندما علم بخبر مقتل الأسود العنسي وهزيمة أتباعه. الحمد لله الذي نصر دينه وهزم عدوه وشتت شمله. الحمد لله. وقرر أبو مسلم أن ينضم إلى جيش الإسلام ويشارك في الجهاد، ووصل مع الجنود إلى بلاد الروم. هذا النهر كبير للغاية. لم أرى في حياتي نهرا يجري بهذه القوة. كيف سنعبر إلى الجهة الأخرى؟ هذا أمر مستحيل. اللهم إنك جعلت بني إسرائيل يعبرون البحر، فاجعل جنودك ومن يحاربون في سبيلك يعبرون هذا النهر. هيا يا جند الله، فلنعبر هذا النهر بسم الله وعلى بركة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كان أبو مسلم مستجاب الدعوة، لا يدعو الله بشيء إلا استجاب له في الحال، وله في ذلك مواقف كثيرة. الحمد لله الذي استجاب لدعائنا وعبر بنا هذا النهر. هيا نكمل طريقنا. هل فقد أحدكم شيئا في النهر؟ نعم، سقط مني متاعي وطعامي. اللهم أتم نعمتك علينا، وكما جاوزت بنا هذا النهر ساعدنا لنجد متاع هذا المجاهد الذي لم يخرج إلا في سبيلك. هيا بنا. هل هذا متاعك؟ إي والله إنه هو. الحمد لله، الحمد لله. فلنكمل رحلة الجهاد في سبيل الله. ولم يكن أبو مسلم الخولاني يهتم بالدنيا وزينتها، فكان زاهدا عابدا لا تشغله إلا مرضاة الله والفوز بجنته. يا أبا مسلم، خيرا. ليس في البيت طعام ولا حتى خبز أو دقيق أصنع به خبزا. هل معك مال؟ أنت زوجي وتعلم ما في المنزل علم اليقين. لا نملك إلا ذلك الدرهم الذي أخذناه بالأمس عندما بعنا القماش. أحضريه إذن حتى أشتري لكم به دقيقا لتصنعي به خبزا. اللهم بارك لنا في رزقنا وارزقنا شكره يا رب. تفضل. لا أدري إذا كان هذا الدرهم سيكفينا شراء مؤونتنا أم لا. سيكفي إن شاء الله، سيكفي. بدلا من الدقيق سأشتري لها خبزا. أعطني مما أعطاك الله. هذا طعام أبنائي، هل أتصدق به أم أشتري به طعاما لهم؟ ترى ماذا يمكن أن أشتري بهذا الدرهم؟ أعطني مما أعطاك الله. سأشتري لها دقيقا لتصنع به خبزا، هذا أفضل. أعطني مما أعطاك الله. هذا اختبار من الله. أختار الدنيا أم الآخرة؟ والله لا أختار إلا الآخرة.
ما هذا؟ أين كنت يا أبا مسلم؟ هل أرسلت لنا الدقيق ثم ذهبت إلى المسجد؟ الدقيق؟ نعم، لقد تعجبت أن الدرهم أتى بكل هذا الدقيق، فما زلت أخبز منه. لكن لماذا وضعت الدقيق على الباب وطرقت الباب ثم انصرفت؟ هل تواعدت مع أحد؟ الحمد لله الذي آتانا في الدنيا حسنة، اللهم آتنا في الآخرة حسنة. توفي أبو مسلم سنة 60 للهجرة، لكن كتب التاريخ ظلت تذكر ذلك التابعي مستجاب الدعوة الذي أنقذه الله من النار كما أنقذ من قبل.